شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز مع متابعي حسابها عبر موقع تبادل الصور والمقاطع المصورة انستغرام مقطع مصور تظهر خلاله تجمهر العديد من المعجبين حولها خلال مرورها في أحد الشوارع. خلال الفيديو ظهرت عبد العزيز وهي تلتقط الصور التذكارية مع معجبها، وأرفقت المقطوعة بتعليق قالت خلاله: حب الناس هو تكريم الحقيقي. الجمهور يحاصر ياسمين عبد العزيز خلال مرورها في الشارع. أشار بعض المعلقين إلى أن ياسمين قصدت في تعليقها عدم مشاركتها وتكريمها في مهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم الخميس الماضي في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وكرم عددا من النجوم المصريين على أعمالهم الدرامية. كان من أبرز المكرمين في مهرجان القاهرة للدراما كل من منى زكي، منى شلبي، محمد رمضان، ماجد الكدواني، رنا رئيس، سلمى أبو ضيف، نانسي صلاح، لبنى عبد العزيز وغيرهم. يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت قد شاركت خلال موسم دراما رمضان الماضي 2023 بمسلسل ضرب النار الذي جمع بينها وبين زوجها الفنان أحمد العوضي. جاء المسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري. مؤخرا ظهرت ياسمين عبد العزيز برفق مواطنتها الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال جازتهما الصيفية معا في منطقة الساحل الشمالي. ظهرت شيرين عبد الوهاب وهي تجلس في حديقة منزلها بصحب ياسمين عبد العزيز، وتبادلت النجمتان الضحك والحركات اللطيفة باستخدام فلاتر تطبيق سناب شات في عدد من الفيديوهات الطريفة.